أنا متجوزة بقالي 8 أسابيع بس، ولسه منقولين على مدينة تانية عشان شغل جوزي، وما كنتش أعرف فيها حد ولا شارع. وفي يوم حصلت خناقة تافهة، بس أعصابي كانت مشدودة، وهو كان نازل مستعجل، وأنا من العصبية قلت له كلام ما كانش ينفع يتقال، وقلت له لو رجعت ولقيتني هنا ابقى أعمل اللي أنت عايزه. قفل الباب وراه ومشي وكأنه ما سمعش حاجة. وأول ما هديت شوية بدأت أسأل نفسي أروح فين وأنا لا أعرف حد ولا عايزه يشوفني لما يرجع، وفكرة إني أخرج من الشقة كانت مستحيلة. فقلت أختفي جوه البيت نفسه. شلت شوية هدوم من الدولاب ورميتها على السرير كأني لميت حاجتي، حتى الشماعات سبتها واقعة. ودخلت المطبخ وفتحت الدولاب الصغير اللي بشيل فيه خزين البيت، وطلعت منه شوية حاجات، وفرشت جوه الدولاب ده سجادة قديمة صغيرة، وخدت معايا كيس بسكوت وكوباية نسكافيه وتفاحة وإزازة عصير، ولبست لبس خروج وقفلت الموبايل خالص ودخلت. وأنا قصيرة أصلا فالمكان كان مناسب، ولأني بخاف من الضلمة جبت كشاف صغير وشغلت فيلم على الموبايل من غير صوت، وقعدت أضحك على نفسي وأنا مستخبية. وبعد شوية سمعت المفتاح وجوزي دخل، وأول حاجة لاحظها إني مش موجودة. بدأ ينادي بصوت عالي ويلف في الأوض ويرن عليا والموبايل مقفول، فسمعته بيتصل بماما وبأخته وكلهم قالوا له إني ما ظهرتش عندهم، وكان صوته متلخبط وحسيت بانتصار شوية. وبعد ساعة تقريبا سمعته نزل وخرج، فقلت أطلع أتمدد شوية، وطلعت فعلا وشربت مية وغيرت قعدتي ورجعت تاني لمكاني. وما كملتش نص ساعة إلا وسمعته راجع ودخل الأوضة، وفجأة قال بهدوء غريب: مش محتاجة تستخبي، أنا عارف انتي فين. قلبي وقع ودماغي لفت، وفضلت أقنع نفسي إنه بيهزر. وسمعت خطواته بتقرب واحدة واحدة لحد ما وقف قدام المطبخ وسكت ثواني وقال: اطلعي دلوقتي. وفعلا كنت هطلع، بس سمعنا فجأة صوت خبط في الصالة، حاجة وقعت واتكسرت. هو اتفزع وجري، وأنا من الرعب طلعت وجريت وراه. دخلنا الصالة لقينا المزهرية اللي على الترابيزة مكسورة نصين، والكراسي متحركة كأن حد كان قاعد وقام فجأة. بصلي بنظرة غريبة وقال: ايه اللي بيحصل ده؟ وانا بصيت له وقلت: واضح انك جايب معاك عفاريت من بره. ومن ساعة اليوم ده غيرنا الشقة وما بقتش استخبى في المطبخ تاني ابدا.